اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض فيديو تفريزات. هنعمل مع بعض صلصه، وهنفرز كمان بطاطس بطريقه سهله وجميله جدا. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واللايك ما تنسوش تحطوا اللايك بالله عليكم كده اول ما تفتحوا الفيديو، تسموا اللايك كده وتضغطوا على اللايك علشان ترفعوا الفيديو. بصوا دول معايا كده حوالي يعني 3.5 أو 4 كيلو طماطم. انا كنت جايبة 3 كيلو اللي هي طرية شوية. بتكون بس طاقة كده من الضغط الطماطم في القفص بتاعها، فبكون متفتحة بس من الجناب. وخدت عليها كمان كام حباية يعني تقريبا 3 كيلو ونص من اللي انا جايباها شاريها الحلو. مسكتهم غسلتهم مرة واتنين كده وصفيت المية، وبعد كده حطيتهم في مية وبدأت اقطع زي ما انتم شايفينهم. هنعملهم صلصة ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. عايزة اقولك تعملي منها بس مكرونة كده، تحطي الصلصة اللي انت عملتيها دي تعملي منها المكرونة، تعملي بيتزا، تعملي احلى من الجاهزة بمليون مرة. ونضيفة وكفاية انت غسلاها ومنضفاها وعاملاها بايدك. هننزل عليها معايا 3 وحدات كده من الفلفل. هقطعهم عليها الفلفل الاحمر. انا عندي بنجر بس بصراحة ما بحبش احطه، يعني بحس ان هو لا ملوش علاقة اصلا بالطماطم ولا بلون الطماطم والصلصة. فحطيت فلفل احمر. 3 حبات من الفلفل الاحمر زي ما انتم شايفينها كده، وولعت عليها النار وسبتها مع نفسها. يعني اقول لكم اخدت ساعة ساعتين على النار مع نفسها كده لما استوت خالص. تعالوا بقى نعمل البطاطس. بصوا دي بطاطس كنت جايباها اللي هي عليها الرملة الصفرة دي، اللي هي بتاعت الجبال. كنت جايبة 3 كيلو ب20، الكيلو ونص ب10. ودي اللي هي الاسبونتا البيضة بتاعت الجالية كان عندي برضو كنت جايباها الكيلو وربع ب10. دول 2 ونص ب20. فكان الاسبوعين اللي فاتوا دول كنت بروح عند بيت ابويا كل يوم عشان في شغل في شقة اخويا وكده. فالبطاطس كانت اتوفرت عندي، فقلت لا لازم بقى ايه نجرب نخزنها. انا اول مرة صراحة اعملها. بس صراحة الفيديو ده انا عاملاه من مصورة من اسبوع و10 ايام تقريبا، بس ما جاتش فرصة يعني ان انا انزله في وقتها. عايزة اقول لكم ان انا حمرت من البطاطس ديت تحفة، لدرجة ان ولادي وباباهم قالوا هاتي منها تاني وفرزي منها كتير. بصوا تحفة، طعمها جميل جدا جدا، تحس ان هي طعمها مختلف غير ما بنجليها كده. يعني ايه جربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا اخدت عملت كل نوع لوحده. اخدت الاول اللي هي السبونتا دي زي ما انتم شايفين، قشرتها وغسلتها كويس مرة واتنين وقطعتها صوابع. ودي التانية غسلتها برضو وقشرتها ونقعتها في مية كده وسبتها في المية لحد ما نشوف هنعمل ايه في التاني. هتجيبي شوية مية على النار كده ومعلقة ملح حلوة صغيرة كده، واول ما المية تغلي هتنزلي الملح وتروحي نازلة بالبطاطس بتاعتك. بصي انا عايزة اقولك اقل من دقيقة حطيها في المية وسيبيها، يعني بصي ما تعديش دقيقة بالظبط، ما تعديش دقيقة. وبعد كده طلعيها وصفيها. لازم تصفيها من المية كويس. هتشوفوا معايا دلوقتي هنصفيها على ايه وهنطلعها نصفيها ازاي، وهنكمل باقي الخطوات بتاعتها كمان. مش احنا مش هنقف على الغلوة دي بس كده، لا احنا هنعمل خطوة تانية كمان قبل ما نفرزها ونحطها في الفريزر. انا نزلت كل الكمية اللي معايا وسبتها زي ما انتم شايفينها كده، وعملت الكمية التانية بنفس الطريقة. وكانت معايا الصلصة هنا على النار بتستوي. سبتها بقى مع نفسها وهحطتها على العين الهادية شوية، وسبتها لحد ما استوت ودابت خالص. بصوا منزلة مياه كتير قد ايه، دابت خالص كده مع نفسها. بصوا يعني انا ما قفلتش الكاميرا، هو بس بصيت على الصلصة وجبت الصينية زي ما انتم شايفين وفردت عليها فوط مطبخ نظيفة. الفوط دي انا عينها نظيفة، الحاجات زي كده المعجنات الحاجات اللي زي دي مش بستخدمها يعني في المطبخ. جبت الصينية فردت عليها الفوط كده وفردت عليها البطاطس كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وسبتها لحد ما نشفت خالص من المية وبردت معايا تماما. كنت عملت البطاطس التانية بنفس الطريقة. ومعايا جبت هنا بصوا البطاطس التانية في المية هي على النار. جبت هنا معايا الزيت سخنته كويس، وبعد كده هنزل ببطاطس اللي غديتها دقيقة كده في المية المغلية. اللهم صل على سيدنا محمد. الزيت سخن وهتنزلي برضو في الزيت بصوا يعني نص دقيقة بالظبط وهتطلعيها.
يعني يا دوبك تاخد كده نص دقيقة في الزيت اهو زي ما انتم شايفينها كده، وهطلعها. برضو لازم نصفيها من الزيت كويس، اهم حاجة تصفى من الزيت. هناخد البطاطس ديت، برضو جبت صينية، فردت عليها مناديل مطبخ، فردتها كلها بمناديل المطبخ، وطلعت البطاطس دي فردتها عليها، وسبتها تبرد خالص برضو وتنزل كل الزيت اللي فيها زي ما انتم شايفينها كده. بصوا ما اخدتش معايا دقيقة في الزيت. هبدأ احط دور تاني، وهكذا هكمل كل البطاطس اللي معايا بنفس الطريقة، يا دوبك هحطها ونص دقيقة بالظبط وهشيلها، مش هسيبها تستوي معايا. عايزه اقول لكم الطريقه دي جميله جدا. انا صراحه اول مره افرز بطاطس او اخزن بطاطس، وكمان خزنتها علشان كانت عندي كميه فخفت انها تبوظ، حرام يعني، فقلت لا هعملها وكده هنشوف هتبقى عامله ازاي. بس ما شاء الله عليها تحفه. بصوا زي ما انتم شايفينها كده مش مستويه، بصي بتقطميها كده ناشفه لسه. فردتها على المناديل، وجبت مناديل وقعدت انشف فيها من فوق اهو بالشكل ده كده. مش عايزين فيها زيت خالص، تنشف كل الزيت اللي فيها. وكنت بسيبها تبرد واحطها على حاجة واطلع غيرها. وغيرت المناديل دي مرتين زي ما انتم شايفينها كده. جبت صواني صغيرة بقى، لميت صواني البيت والجيران بقى ما اقولكوش، وجبت كل الصواني والاطباق بتاعه العشاء والجوارب وكل حته صغيره اللي عندي اللي هتخش الفريزر، وفردتها كلها بنفس الطريقه. والبلانشات اللي بقطع عليها الخضار كل حاجه فردتها كلها، مش قومتها على بعضها، لازم تتفرد كده بعيد عن بعضها. وسبتها تبرد خالص، وبعد كده رصيتهم في الفريزر هتشوفوها معايا. بصوا الصلصه بدأت تنشف وتستوي. بصوا دول الفريزر التلاجة ده اخد الصينيتين دول اهو. بصوا يعني لسه طريه، انا كنت حاططها من شويه. والصينيه دي كمان، والفريزر الكبير بصوا مليته زي ما انتم شايفين كده. دول 4 كده فوق بعض، وفي الجنب هنا وفي الجنب هنا. عملت معايا كميه ما شاء الله، هتشوفوها معايا في اخر الفيديو طلعت معايا كام كيس، وعملت كميه ما شاء الله اللهم بارك زي العسل. واحنا بنعمل بقى مش هننسى الغدا، لازم نعمل لنا غدا حلو كده. بما ان الجو كان طالع يوميها ساقع شويه، فقلت اعمل محشي، قالوا لا اعملي شوربه عدس، قلت ماشي. انا بعملها زي ما انتم شايفينها كده. غسلت العدس كويس ونضفته، وبعد كده حطيت عليه الميه، وحطيت عليه جزرايه وبطاطسايه وبصلتين وحبيتين طماطم وكام فص من الثوم، وبسيبه على النار لما يستووا مع بعض. جبت الطماطم زي ما انتم شايفينها كده، هرسها افرمها بالهاند بلندر او في الخلاط لو مش عندك، او لو مش عايزه تعمليها ممكن تصفيها بالمصفى. بس انا صراحه انا بحب يعني افرمها واصفيها. بعد ما بفرمها بتطلع معايا الصلصه نظيفه، ما فيهاش بذر ما فيهاش قشر طماطم، بتكون معايا نظيفه وما شاء الله عليها تحفه، هتشوفوها معايا. انا بفرمها بالهاند بلندر كده زي ما انتم شايفينها، وهنرجعها على النار تاني، مش خلصت لحد كده. استنوا بقى هاخد نفسي كده وارجع لكم تاني. بصوا قوامها ما شاء الله عليها. بعد ما ضربتها همسكها في المصفى كده، اصفيها في حلة تانية نظيفة، وهاخد اصفيها كلها، مش هخلي فيها تفل ولا. هتشوفوا اللي هيطلع معايا منها من قشر الطماطم والبذر هتشوفوه معايا في المصفى. صلوا على النبي كده، وحطوا اللايك الحلو من ايديكم الحلوة كده للفيديو علشان ترفعوا الفيديو بتاعي. الصلصه بصوا هي كده لسه ما كملتش سوا، وقوامها بصوا ما شاء الله عليه اهي. بصوا طلعت معايا كل البذر وكل قشر الطماطم اللي فيها، طلع معايا الصلصه رايقه ونضيفه. بصوا قوامها ولونها ما شاء الله عليها تحفه. هنحطها على النار وهنضيف لها ايه، هنضيف لها معلقتين كبار كده من السكر، وهنضيف لها حوالي 3 معالق او 4 معالق صغيرين من الملح، وشوية صغيرين ربع كوباية صغيرة من الزيت، بس كده مش اكتر من كده زي ما انتم شايفينها كده، وربع كوباية صغيرة من الزيت. وهنقلبها وهسيبها على النار تستوي خالص وتتسبك وتتجل وتنشف معايا وتبقى زي الفل اهو. شوية الزيت اللي انا حطيتهم زي ما انتم شايفينهم بالشكل ده كده. هغطي عليها وهسيب الغطا بتاعها مورب شوية، وهسيبها تستوي مع نفسها كده وتتسبك لحد ما تطلع معانا صلصة زي الفل. بصوا انا جبت العدس فضيته في الحلة اللي هي مكان الصلصة اللي استوت فيها،
وهفرمه بالهاند بلندر، لان انا عملته قبل كده صراحه وجيت افرمه في الحله الالومنيوم وهو لسه سخن على النار. معرفش، حسيت كده بلمس كهربا في ايدي، خفت صراحه من الحله، فايه قلبته في الحله دي، مرضتش اعمله في الحله الالومنيوم. هو كان عايز ياخد شويه سوا كمان لما يتهرس هرسه حلوه، بس انا كنت مستعجله على الغدا علشان كانوا جم عايزين يتغدوا. ففرمته، هو كان مستوي بس ما دبش يعني، بس كانت كل حاجه معايا مستويه. انا هصفيه بالشكل ده كده، وبعد ما صفيته رجعته في الحله اللي انا سويته فيها تاني، وحمرت شويه صغيرين كده من الشعريه نزلتهم عليه. وهناخد كده الطشه، شويه الطشه اللي بالشعريه دول بيكونوا في الطاسه، وهنزلهم عليها وهسيبه يستوي. هضيف له كمون وكزبره وفلفل اسمر وشويه بهارات مشكله 7 بهارات، وهظبط الملح بتاعه وهسيبه على النار لحد الشعريه ما تستوي. بصوا الصلصه معايا كانت عامله ازاي على النار. هسيبها برضو شويه كمان، وبعد كده هنشوف هنخزنها ازاي وهنعينها في ايه، وهنعبيها ونحطها في ايه. بصوا العدس كان استوى، وعملنا شوية فتة. الفتة دي طعمها تحفة، عيش ناشف من اللي هو بنخبزه على المكنة الطويل الناشف ده كده، وحتة جبنة قديمة وشوية مخلل مع بصلاية مع شوية عدس كده وليمونتين، وشكرا. أحلى من لحمة ومحشي وأحلى من أي أكل. بصوا البطاطس آخر النهار بقى بعد ما جمدت في الفريزر، طلعتها كلها زي ما انتم شايفينها كده، الاطباق كل الاطباق اللي كانت معايا، وهنحطها في اكياس. عايزه تحطيها في اطباق حطيها زي ما تحبي حطيها. انا عبيتها في اكياس كده زي ما انتم شايفينها. وكنت سبت الصلصه تبرد خالص عشان نحطها برضو. والكيس حطي الكيس على قد احتياجك، على قد دي بقى في رمضان ان شاء الله، يا رب اللهم بلغنا رمضان واياكم. في للسحور مكسله تقومي تجهزي بقى، ولسه هتقشري وتحمري ومش عارف ايه. هتطلعي دي متلجه زي ما هي، مش هتسيبها تفك. هتطلعيها من الكيس، تسخني الزيت وتنزليها في قلب الزيت زي ما هي كده. على فكره احنا كنا وانا كنت في السعوديه عند اختي كنت بنجيبها متفرزه من التلاجات كده، بنحطها متلجة، وما شاء الله عليها طعمها تحفة، وما تختلفش طعم اللي احنا عملناها ديت عن اللي بتاع. هي بتتعمل بنفس الطريقة يعني. فزي ما انتم شايفين عبيتها في اكياس كلها. هحطها في اكياس تخزين. ما عنديش انا علب، ما عنديش الاطباق، فاستخدمت الاكياس بتاعه التلاجة دي عادي، مش هتقول لا يعني. فضيت كل الكمية. بصوا كلها متفرزة ومتفرفطة من بعضها علشان مش قومناها على بعضها. اهم حاجة تفرديها في حاجات واسعة بعيد عن بعضها. بصوا عملت معايا 10 اكياس، الكمية ديت عملت معايا 10 اكياس بطاطس اهي زي ما انتم شايفينها، ولا متكسرة ولا مهرية ولا اي حاجة خالص. عملت معايا بالظبط 10 اكياس. بصوا انا كنت هنا عبيت الصلصة. جبت البرطمانات ديت غسلتها كويس ونشفتها ونضفتها، وعبيت فيها الصلصة زي ما انتم شايفين كده. عملت معايا برطمانين كبار، والعلبة دي تاخد قد برطمان وشوية يعني، مش صغيرة كبيرة. بصوا الصلصة وبصوا قوامها، ما شاء الله عليها تحفة، وانضف واحلى بكتير من اللي هتشتريها من بره. جربيها بنفس الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبك. والبطاطس كمان بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها. وبصوا انا قلبت البرطمان كده علشان ما يعملش عفن. عايزة تحطي على وشه زيت وتدخليه الفريزر حطيه. انا ما حطيتهمش في الفريزر صراحة، انا قلبتهم وسبتهم كده شوية، وبعد كده دخلتهم التلاجة وهم مقلوبين زي ما هم كده، ما يعملش هوا، ما يعملش عفن على الوش.